العاشرة مساء بتوقيت أسمر المحلي. نشرة الأخبار نقدمها لكم من تلفزيون دولة إريتريا، معكم فيها قاسم أحمد، والبدء كالعادة بأهم وأبرز العناوين. انتشار مغلق للجراد الصحراوي في شرق أفريقيا. تطور زراعة النخيل في إقليم شمال البحر الأحمر. دعوة لمزارعي مندفرة لمتابعة الآفات الزراعية. الرئيس المالي يعلن استقالته ويحل الحكومة والبرلمان إثر انقلاب عسكري. محكمة تابعة للأمم المتحدة تدين المتهم الرئيسي في قضية اغتيال الحريري. معطل جنرال روسي وجرح جنديين في انفجار استهدف موكبهم في سوريا. من العناوين إلى التفاصيل. قالت وزارة الزراعة بأن الجراد الصحراوي لا يزال ينتشر بصورة مقلقة في شرق إفريقيا، وأن الأمطار الغزيرة التي تشهدها المنطقة خلقت الأرضية الملائمة لتكاثر الجراد. وأوضحت بأن البيان الرسمي الذي أصدرته منظمة الأغذية والزراعة هذا الأسبوع وجود أسراب جراد صحراوي بمستويات مختلفة في شمال وشرق الصومال وشرق إثيوبيا وعبر البحر في اليمن. وذكرت أنه ونظرا لطبيعة الانتقال السريع للجراد الصحراوي والأمطار الغزيرة التي تهطل على ساحل البحر الأحمر من منطقة قرورة وحتى رأس دوميرا، فإنه بالإمكان ظهور الجراد الصحراوي المتنقل سريعا في أقصر وأي وقت في البلاد. ودعت وزارة الزراعة إدارات الأقاليم وقوات الدفاع لمتابعة المسألة باهتمام وإبلاغ فوري لأقرب مكتب وزارة الزراعة أو إدارة أو قيادة قوات الدفاع في حال ظهور الجراد. أشجار النخيل هي ليست مجرد أشجار يستفاد من كل أجزائها، وتغني زارعها وتشفي آكلها وتحمي الأرض من تحتها وترفع أعمدة الحضارات فوقها، ولها دور كبير في المحافظة على البيئة ومكافحة زحف الصحراء لما تتمتع به من قدرة على التأقلم مع تلك البيئات، وتوفر الحماية للأشجار والبيانات التي تزرع حولها. وقد بدأت زراعتها في بلادنا بانتظام منذ 3 سنوات. للمزيد في سياق التقرير التالي. قال مسؤول تنمية الخضر والفاكهة في مكتب وزارة الزراعة بالإقليم شمال البحر الأحمر السيد دانيال كاساتا أن زراعة النخيل التي بدأت بانتظام منذ 3 سنوات في الإقليم عامة ومديرية شعب وجندع ومصوع تحقق نتائجا مشجعة. وقال أن النخيل يمكن نموه من 392 مترا أسفل مستوى البحر وحتى 1500 متر فوق مستوى البحر، وإمكانية زراعته في 1892 مترا فوق مستوى البحر، وبالإمكان تنميته في مناطق واسعة من البلاد التي تتوفر فيها المياه. وذكر أن زراعة النخيل بدأت في فترة سابقة في البلاد، لكن الإنتاج لم يكن جيدا نتيجة المعرفة المتدنية في التلقيح والعناية. وقد بدأ تحقيق إنتاج مرضٍ من مزارع النخيل في غورغسوم ومطار مصوع والقوات الجوية ومناطق دوغلي بعد الدورات التدريبية المقدمة منذ عام 2017 للخبراء والمزارعين. وأشار إلى توزيع حوالي 3000 شتلة نخيل للمزارعين في مديريات أفعبت وفورو والشعب وجندع ومصوع و4 مؤسسات حكومية في مصوع. ويقوم مشتل النخيل المقام منذ عام 2017 بإنتاج مختلف أنواع النخيل، ويجب على الأفراد والمؤسسات الاستفادة منها. وأوضحت خبيرة تنمية الخضر والفاكهة الشابة فتحويت موسى أن أشجار التمور تمر بمرحلة نمو عديدة تتطلب الاهتمام الجاد حتى تصل إلى الإنتاج. وأفاد المزارعون بأنهم لم يكن لديهم معرفة بزراعة النخيل في السابق، لكن التدريب الذي حصلوا عليه جعلهم يحققون نتائجا مرضية. وقد تم نشر زراعة النخيل في مديريات مصوع وشعب وجندع بإقليم شمال البحر الأحمر منذ عام 1994 بشتول مستوردة. دعا مسؤول مكتب وزارة الزراعة في مديرية مندفرة السيد برخت تخطيط اللاسل المزارعين لتنظيف مزارعهم من الحشائش الضارة والقيام بالمتابعة الجادة لمكافحة الآفات الزراعية. وقال أنه وبالرغم من تأخر هطول الأمطار من وقتها الطبيعي فإنه تم زراعة مساحة أكثر من 10,000 هكتار بالذرة والقمح والبقوليات التي تنمو جيدا.
وأوضح وجود ظاهرة استخدام مبيدات الحشائش غير المعروف جودتها والتي تتسبب بأضرار في التربة والمزروعات، منبها المزارعين عدم استخدام المبيدات دون إرشادات خبراء الزراعة وإزالة الحشائش بالوسائل التقليدية. وذكر أن بذور القمح المحسنة التي حققت نتائج جيدة العام الماضي وزعت هذا العام لأكثر من 1700 مزارع، وتنمو جيدا لهطول الأمطار منذ شهر يوليو. وأشار إلى أن النمو الجيد للحشائش في المراعي بعد تضرره لتأخر هطول الأمطار. وأفاد مكتب وزارة الزراعة في مديرية مندفر أن الأمطار التي هطلت في شهر أبريل وحتى أغسطس بلغت أكثر من 530 ملم. يقوم مزارعو ضواحي محافيد وعربت وكمهلة بمديرية فرو بنفير جماعي لتمهيد الأرضية الزراعية وري مزارعهم من سيول الهضبة عبر قناة كوستراليا التحويلية المشيدة بدعم الآليات. وأوضح المزارعون بناء مجرى تحويلي في كورسالي قام بتشييده سكان الضواحي الثلاث لري مساحة 400 هكتار. وأهابت حاكم إقليم شمال البحر الأحمر السيدة أسمرة أبرهة لدى تفقدها رفقة مدير مديرية فور السيد عثمان عرف الأعمال التي يقوم بها السكان لمواصلة العمل على طول السنة بدل مسابقات الأمطار من أجل فعالية البرنامج. ودعت لوقف اقتلاع الأشجار بحجة النشاط الزراعي وتقوية الحواجز المائية. من جانبه أوضح السيد عثمان عرفة أن الدعم المقدم من مشروع عد هلو مكن المزارعين من بلوغ مرحلة مبشرة، ويقوم المزارعين بجهود قوية لتمهيد الأراضي وري المزارع. وأفادت إدارة مديرية فورو بأن مشروع عد هلو شيد مجرى تحويلي في روبروبيا وحفرين في ميلا كاسو. أوضح مسؤول عيادة كرمد مساعد التمريض رمضان محمد أن أنشطة العيادة للتوعية الصحية لمكافحة الأمراض ورعاية الأمومة والطفولة تحقق نتائج مرضية. وقال أن الإصابة بالأمراض قد انخفضت للجهد القوي للكادر الصحي ووعي السكان لاستخدام الطب الحديث. وذكر ارتفاع استخدام العيادة في الولايات وتطعيم الأطفال وكذلك إصحاح البيئة. وتقدم عيادة كرمد التي تبعد 35 كيلومتر إلى الجنوب الشرقي من مدينة حقات تقدم الخدمات للضواحي الشابق وعد أري وعد عمر وأجزاء من ضاحية غولا بإقليم القاشبركة وأجزاء من مديرية علابرعد. تلقى المحتاجون في مديريات قالا نفحي ومايتمناي وأخريا وبراديزو بالإقليم الأوسط الدعم المالي. وقدم المحسنون في سلاد عرب مديرية قالا نفحي مبلغ 355 ألف نقفة وزع للمحتاجين و67 ألف نقفة في ميتمناي وأكثر من 139 ألف نقفة في أخريا و69 ألف نقفة في عد السقدة بمديرية براديزو. وقدم نادي تسفى 149 ألف نقفة وزعت للمعاقين في 11 مديرية في الإقليم الأوسط. وقدمت جمعية معاقي الحرب مبلغ 1000 نقفة لكل من 18 من أعضائها في مديرية مايمنة بالإقليم الجنوبي. مشاهدينا الأكارم، فاصل قصير ومن ثم نعود لمتابعة الأنباء على الصعيد العالمي، فتفضلوا بالبقاء معنا. على الصعيد العالمي، خرج الرئيس المالي إبراهيم أبو بكر كيتا على شاشات التلفزيون الحكومي فجر الأربعاء بعد ساعات من إلغاء عساكر من الجيش القبض عليه ليعلن استقالته وتنحيه عن السلطة تجنبا لإراقة الدماء، وكذلك حل الحكومة التي يترأسها بوبو سيسي وحل البرلمان في انقلاب دانته الأسرة الدولية. واعتقل عسكريون في باماكو الرئيس كيتا ورئيس وزرائه بوبو سيسي في الانقلاب أيده المتظاهرون الذين يطالبون منذ أشهر برحيل رئيس الدولة. ودانت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا إيكواس الانقلاب العسكري، وأغلقت دولها الأعضاء حدودها مع مالي متوعدة قادة الانقلاب بفرض عقوبات اقتصادية. وقالت إيكواس التي تضم إلى مالي 14 دولة أخرى في بيان إنها قررت تعليق عضوية مالي في هيئاتها التقريرية، وأن أعضائها سيغلقون حدودهم البرية والجوية مع هذا البلد، وسيطلبون فرض عقوبات على الانقلابيين الذين أطاحوا بالرئيس وحكومته. ومنذ يونيو غرقت مالي في أزمة اجتماعية وسياسية خطيرة إثر نزول معارضين للرئيس كيتا إلى الشارع لمطالبته بالاستقالة.
أدانت المحكمة الخاصة بلبنان والمدعومة من الأمم المتحدة عضوا بجماعة حزب الله اللبناني بالتآمر على اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الراحل رفيق الحريري عام 2005، مما أعد الساحة لمواجهات بين القوى السياسية اللبنانية المتنافسة على مدى سنوات. وقال القضاة إن لديهم قناعة لا يخالطها شك بأن الأدلة أظهرت أن المتهم الرئيسي سالم جميل عياش كان بحوزته واحد من 6 هواتف محمولة استخدمت في الهجوم. ومن المعتقد وقضت المحكمة بعدم كفاية الأدلة على ضلوع المتهمين الثلاثة الآخرين في التفجير وبرأتهم. ومن المعتقد بأن المدعي عليهم الثلاثة الآخرين أعضاء في حزب الله أيضا، لكن القضاة قالوا إنهم لم يجدوا أدلة على تورط قيادة حزب الله أو الحكومة السورية في الهجوم الذي أسقط 21 قتيلا، ونفى حزب الله أي دور له في تفجير 14 فبراير 2005. ويأتي الحكم في الوقت الذي لا يزال اللبنانيون يعانون فيه من تبعات الانفجار الهائل الذي أودى بحياة 187 شخصا هذا الشهر، ومن انهيار أرصادي مدمر. لقي جنرال الروسي مصرعه وجرح جنديان آخران في سوريا جراء انفجار عبوة ناسفة استهدف موكبهم قرب دير الزور شرق البلاد، بحسب ما أفادت مصادر إعلامية روسية. وقد وقع الانفجار لدى عودة الموكب العسكري في منطقة محاذية لدير الزور بحسب ذات المصادر التي استقت معلوماتها من بيان لوزارة الدفاع الروسية. وينتشر آلاف الجنود الروس في أنحاء سوريا دعما لقوات النظام. وساهم التدخل العسكري الروسي في 2015، أي ما بعد 4 سنوات من اندلاع النزاع السوري، في بقاء الرئيس بشار الأسد في السلطة، وبدأ عمليات كبيرة لاستعادة أراضي سيطرت عليها فصائل مسلحة في المراحل الأولى من النزاع. وفي يوليو أصيب 3 جنود روس والعديد من الجنود الأتراك بجروح في محافظة إدلب عندما تعرضت دورية عسكرية مشتركة لانفجار عبوة ناسفة يدوية الصنع. الخبر الأخير في هذه النشرة: رشح الحزب الديمقراطي الأمريكي رسميا النائب السابق للولايات المتحدة جو بايدن لمنافسة الرئيس الجمهوري الحالي دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في بداية الشهر نوفمبر. وكما كان متوقعا، فقد صوتت غالبية المندوبين الديمقراطيين لمصلحة النائب الرئيس السابق، وذلك في اليوم الثاني من المؤتمر الوطني للحزب الديمقراطي الذي تستضيفه ميلوكي شمال، وتجري وقائعه بشكل غير مسبوق افتراضيا بسبب وباء كوفيد-19. وتجري الانتخابات الرئاسية الأمريكية في نوفمبر المقبل، حيث من المتوقع أن تكون المنافسة شرسة بين ترامب وبايدن، وفي وقت يتفشى فيه مرض كوفيد-19 بشكل كبير في الولايات المتحدة. مشاهدينا الأكارم، انتهت النشرة. هذه تحيات الفريق العامل، ودمتم في أمان الله.